ماتش بجد احلى ما فيه ان هو خلص. مساء الفل على الناس كلها، معاكم زي من قناه بوكس بوكس، والنهارده بتبدا الجوله الثانيه من دوري ابطال افريقيا بماتش الزمالك والمريخ السوداني. الماتش اللي بدأ الساعة 3 عصر اليوم على ملعب الشهيد بنينا بمدينة بني غازي بليبيا الشقيقة. نخش في تفاصيل الماتش على طول، او بمعنى اصح هو الماتش ده ما كانش فيه تفاصيل كتير. الزمالك بيبدأ بخطة 3-4-3 على الورق. عواد في الجون، قدامه 3 مدافعين، محمد طارق، محمد عبد الغني، وحسام عبد المجيد. قدامهم 4 على الشمال، محمد عبد الشافي، جنبيه دونجا وسيف فاروق جعفر اللي كان بيلعب كمركز 8 بانه يتقدم، وعلى اليمين سيد عبد الله نيمار. قدامهم شيكابالا وزيزو وسيف الجزيري. شيكابالا وزيزو اللي كان مراكزهم بتتبدل اثناء الماتش. والزمالك بعد ما عشم جماهيره في كل حته بانه يعني بيحاول يرجع للمسار الصحيح بعد فوزه على سموحه 3-1 في اخر ماتش لعبوه في الدوري، ولكن بيرجع تاني عشان يستمر نزيف النقط في دوري ابطال افريقيا بعد هزيمه ماتش الجوله الاولى امام شباب بلوزداد على استاد القاهره 1-0. الزمالك النهارده بيتعادل مع المريخ السوداني 0-0 في ليبيا. الماتش ده بالمناسبه بتاع المريخ، ويقدر انه ياخد نقطة واحدة من ماتشين من 6 نقط، وبكده يكون قدام الزمالك ماتش قوي جدا قدام الترجي التونسي في تونس يوم السبت الجاي الساعة 6 بتوقيت القاهرة. وعلى الناحية التانية في ماتش بكرة مهم جدا هيبقى ما بين الترجي وشباب بلوزداد الساعة 9 بتوقيت القاهرة. وبالمناسبة ماتش الترجي بتاع الجولة الأولى خلص 1-0 لصالح الترجي، كسب المريخ السوداني 1-0. والماتش ده كان فيه جدل، ولكن الاتحاد الأفريقي أقر بأن النتيجة هتحسب للترجي، وخلاص الكلام في الموضوع ده منتهي. وبكده يكون ترتيب المجموعة الترجي شباب بلوزداد، او شباب بلوزداد الاول وبعدين الترجي، مش هتفرق، كده كده كل فريق منهم معاه 3 نقط، وكل فريق ليه جون ومعليهوش اجوان. ونفس القصه برضو على الزمالك والمريخ، برضو واحد فيهم تالت واحد فيهم رابع، نفس القصه، كل فريق فيهم اتهزم ماتش وتعادل ماتش، كل فريق معاه نقطه، وكل فريق دخل فيه جون واحد بس وما احرزش اهداف. وعلى الرغم ان الماتش كان ميت حرفيا، ما كانش فيه اي هجمات خطيره سواء من الزمالك او من المريخ، الا اننا احصائيا بنلاقي ان الكفه بتميل ناحيه المريخ. استحواذ 54 مقابل 46%، الهجمات 21 قصاد 13 بس. يعني من ال 21 هجمه دولت ممكن يكونوا كانوا هجمتين 3 اللي كانوا فيهم يعني شويه خطوره. ماتش على الورق بيتلعب على ارض المريخ السوداني، لكن فعليا هو كان بيتلعب بره ارض المريخ، ولكن المريخ قدر انه يلعب باداء كويس مش وحش نسبة لانه بيلعب خارج ارضه، ونسبة برضو لفرق الامكانيات ما بين نادي بحجم المريخ ونادي بحجم الزمالك. قدروا ان هم يستحوذوا على الكورة حتى لو كان الاستحواذ ده سلبي، قدروا ان هم يروحوا بهجمات يمسكوا كورة على نادي الزمالك ويحصروهم تقريبا الشوط الاول في نص ملعبهم. على الناحية التانية الزمالك بيقدم اداء سيء جدا. الزمالك كان وحش قوي، اللعيبه تايهه، اللعيبه مش لاقيه بعضها، تحس ان مفيش خطه، نفس الوقت ما عندكش الدكه القويه، ما عندكش دكه تقدم لك حلول. الشوط الثاني وبالظبط في الدقيقه 60 بيطلع شيكابالا وبيطلع سيد نيمار علشان ينزل مكانهم عمر جابر ومصطفى شلبي اللي ما ظهروش تقريبا طول ال 30 دقيقه او نص ساعه اللي لعبوها. اخر 3 4 دقايق من الماتش بيخرج سيف فاروق جعفر ومحمد طارق علشان ينزل مكانهم ابراهيم نضاي الغايب بقاله فتره طويله جدا، وينزل محمد اشرف رؤى. حكم النهارده كانت قراراته ضعيفه جدا، ما خرجش تقريبا كروت صفراء في كور كتيره جدا كانت بتستدعي كروت صفراء سواء هنا او هنا، غير كارت واحد بس طلعه في اخر الماتش تقريبا في الدقيقه حاجه و80 لمحمد طارق علشان اعترض على كوره. انا عامه سواء في فيديوهاتي او سواء في الحقيقه للي يعرفني انا ما بتكلمش عن التحكيم، ولكن انا عندي مشكله مع افريقيا كقاره. ليه في بطوله مهمه زي دي بيتابعها ملايين، في فرق ليها مشجعين بالملايين، دور المجموعات ما يكونش فيه فار؟ يعني لحد دلوقتي السؤال ده بيطرح نفسه، ليه ما يكونش فيه فار؟ وانا مش بتكلم عن ماتش النهارده، ماتش النهارده ما كانش فيه كوره تستدعي فار اصلا، لكن انا بتكلم في العموم. دايما افريقيا هتفضل متاخره بالطريقه دي وبالاسلوب ده، كملاعب، كتحكيم، كعدم وجود الفار في دور المجموعات. اسباب كتيره قوي قوي تخليك ورا قوي لما تيجي تشوف الفروقات بين ماتش زي امبارح ما بين برشلونه ومانشستر يونايتد. انت ما تصدقش ان الماتش ده كان بيتلعب في اليوروبا ليج، وتيجي تشوف ماتشات دوري ابطال افريقيا بتحزن، انت بتحزن.
عندك بيبقى ماتشات في دوري ابطال افريقيا وبتبقى ماتشات مهمه وبيكون بيلعب فيها احد الطرفين فريق جماهيري زي اهلي زي زمالك زي ترجي، وتلاقي الماتش تحس ان هو متصور بكاميرا موبايل. يعني ده ما يحصلش يا جماعه في 2023 يعني، ولا 2010 حتى. ماتش زي ماتش النهارده دوت متصور بكاميرا واحده تقريبا، المخرج عمال يعيد لقطات والكرة راحة هجمة، الإعادة تخلص تبص تلاقي الكرة كورنر وهي أصلا كانت مع الفريق التاني. برضه أرجع وأقول لك أنا مش بتكلم على ماتش النهارده، أنا بتكلم على العموم، على أفريقيا في العموم. دوري أبطال أفريقيا كل سنة لازم نشوف فيه طرائف وعجائب تتعمل لها فيديو لوحدها على النايل كوميدي. نرجع تاني للسؤال اللي جماهير الزمالك بتسأله في الأغلب بعد كل ماتش: العيب فين أو الغلط فين؟ هل في لاعب معين، ولا هل في السكواد كله، ولا هل في ان دكتك ضعيفه، ولا هل العيب في فيريرا، ولا العيب ان انت في اتحاد الكوره ان هو ما ايدش الصفقات الجديده؟ العيب فين؟ طيب نمسكهم واحده واحده. نمسك فيريرا. فيريرا اخطا النهارده من وجهه نظري في تبديلاته. انت دلوقتي متعادل 0-0 في ماتش خارج ارضك ومحتاج ان انت تكسب علشان خسرت الماتش اللي فات على ارضك. كان عندك حلول في السكواد من الاول، انك كنت ممكن تبدا بالمثلوثي بدل محمد طارق. كان عندك حل تاني برضو، انك كنت ممكن تلعب بسامسون او ابراهيم ضاي مكان الجزيري اللي بقاله فتره بعيد عن التهديف وبعيد حتى عن لعب الكوره. يوسف اسامه نبيه اللي انت بقالك كام ماتش بتنزله دكه وخلاص، يعني بدات ان انت تقعد مصطفى شلبي دكه، ولحد الماتش اللي فات يوسف اسامه نبيه لعب. جيت النهارده ما نزلتوش ونزلت مصطفى شلبي. تبديلة عمر جابر من وجهه نظري ان هي ما كانش ليها اي لازمه، لان انت متعادل في الوقت ده. اي مدرب في الدنيا خصوصا لما يكون هو الفريق الاقوى بيكون عايز يكسب بحيث ان هو يخرج من الماتش كسبان ايا كانت الاداء سيء. انت خرجت سيد نيمار اللي عنده نوعا ما حلول هجوميه احسن فيها من عمر جابر بكتير، ونزلت مكانه عمر جابر اللي ما ضافش اي حاجه للماتش. نيجي بقى بالنسبه للعيبه. لعيبه الزمالك النهارده تايهه، تحس ان هم مش لاقيين بعض. يعني انت لو عديت فيه كام ميس باس هتلاقيهم كتير قوي. الجزيري الكره بتتبصيله بتقف تحت رجله، مفيش اي حلول، الخطوط متباعده عن بعضها، خط الدفاع في وادي وخط الهجوم في وادي وخط النص مش موجود اصلا، مفيش ربط، في عدم ثقه في ان اللاعب يشوط على الجون. مع اني لاحظت ان اداء حارس المريخ السوداني ضعيف، في كام كرة اتشاطت عليه تكون كرة ضعيفة يمسكها على مرتين او يخرجها بشكل سيء. الزمالك ما استغلتش النقطة دي. انت كان عندك امام عاشور كان هو اللي يقوم بدور رقم 10 احيانا ويتقدم ويخش جوه ال 18 ويشوط على الجون. فانت دلوقتي ما عندكش حد يقوم بالنقطة دي. اسف فاروق جعفر هو حاليا بمناسبة ان مفيش اي حد يلعب في مركز 8 فهو اللي هيشغل المركز ده حاليا لحين ما تتحل مشكلة القيد والمغربي احمد بالحاج يلعب في المركز ده. وطبعا ده الحل الانسب اللي فيريرا عمله، لان جرب في ماتشات كتير ثنائيه دونجا والسيسي ما كانتش ايجابيه نهائي. ان الاثنين مركز 6، انت بتلعب بنبيل دونجا في مركز 6 وكنت بتلعب بعمرو السيسي مركز 8 وهو مركزه الاساسي 6. فلما كان يجي يتقدم او يعمل شغل امام عاشور اللي هو انا عايز اطلع اشوط، لا انا هساند الهاف اليمين او هساند الهاف الشمال، انا هخش جوه ال 18، انا هفتح مساحات للعيبه، اطلع ده اطلع ده، دي مش بتاعته. اللاعب بتهاجم ومقدمش الاداء المطلوب او الايجابي اللي الجمهور مستنيه منه. علامه استفهام كبيره على استبعاد فتوح. انا ما عنديش المعلومه اذا كان هو مصاب ولا استبعاد فني. ماتش زي دوت بتلعب بره ارضك وبتلاعب فرقه اجنبيه، كان هيحتاج فتوح او عبد الله جمعه يكون اكثر ايجابيه من عبد الشافي. وانا دايما مقتنع بحاجه هي ممكن تكون غلط وممكن تكون صح، ولكن ده اقتناعي الشخصي، ان دوري ابطال افريقيا او عامه لما اكون بلاعب فرقه افريقيه وانا عندي المهاجم الاساسي بتاعي مش في احسن حالاته وعندي مهاجم او جناح افريقي بره حتى لو كان مستواه مش في احسن حاجه، العب بيه. ليه العب بيه؟ لان اللعيبه الافارقه واخده على انها تلعب في الحر، واخده على انها تلعب الصبح، واخده على الملاعب السيئه بتاعت افريقيا. ممكن ما يكونش لعيب مستواه عالي، بس يعني اغلب اللعيبه الافارقه ممكن يكون عنده السرعه او القوه البدنيه اللي هتفيدك في انه يتحمل الدفاع الخصم. لو كان ابراهيم نضاي النهارده بدا اساسي مكان شيكابالا
اعتقد كان هيبقى اكثر ايجابيه، او لو كان الشوط الثاني خرج الجزيري ونزل مكانه سامسون بس كان بدري شويه، ما تبقاش تبديله نداي في الدقيقه 87. اعتقد كان ممكن يكون ده حل من ضمن الحلول اللي تفرق في النتيجه. كل تمنياتنا بالتوفيق لنادي الزمالك في الماتشات الجايه. لو عجبك الكونتنت اللي انا بقدمه يا ريت ما تنساش تعمل سبسكرايب للتشانل، دعمكم هيفرق معانا جدا، واستنونا بفيديوهات تانية كتير. سلام.